أهلا بيكم يا أحلى متابعين. ومعانا النهاردة فيلم كلاوس، واحد من سلسلة أفلام كريسمس. لو عايز تشوف السلسلة كاملة موجودة في قوائم التشغيل، وهي سلسلة من التوصيات بأحلى أفلام كريسمس. ويلا نبدأ. تخيل بلد متغطي تلج طول السنة، اسمها سميرنسبرغ. مكان الناس فيه متخانقة دايما، مفيش ضحك مفيش دفى، وكل واحد عايش لنفسه. وسط الجو الكئيب ده يدخل علينا جاسبر، شاب مدلل حياته كلها لعب وفلوس، وفجأة يتعاقب من أبوه ويتبعت البلد دي عشان يشتغل ساعي بريد، ولو منجحش مستقبله يضيع. في البداية جاسبر أناني، كل اللي همه يخلص المهمة ويمشي. بس القدر بيوقعه في طريق راجل غريب الأطوار، عايش لوحده في بيت وسط الغابة. اسمه كلاوس، راجل ساكت ملامحه تقيلة، بس وراه حكاية وجع كبيرة. من لعبة خشب بسيطة ومن رسالة طفل تبدأ سلسلة أحداث ما كانتش في الحسبان. الأطفال يضحكوا، الهدايا تنتشر، والعداوة القديمة بين أهل البلد تبدأ تهدأ. الفيلم بيوريك إزاي فعل خير واحد ممكن يولد 1000 فعل خير، وإزاي الأساطير أحياناً بتتخلق من ناس عادية جداً بس نيتهم صافية. كلاوس مش مجرد فيلم كريسمس، ده حكاية عن التغيير، عن إنك تسيب أثر حتى لو محدش شافك، وعن معنى العطاء الحقيقي. الرسوم تحفة، الموسيقى دافية، والمشاعر بتوصل من غير أي مبالغة. تقييمي 9 من 10. فيلم تشوفه وانت مطمن، وتخلصه وانت مبتسم، حتى لو قلبك كان تقيل قبلها. ولو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك واشترك بالقناة علشان تشوف كل جديد. سلام.